ومدخولين بأمور سيئة بحال المخدرات بحال، وإذا به في الحقيقة طرحتم معظمكم طرح إشكاليات سياسية. دونك يعني لنقول أن شبيبة العدالة والتنمية هي في الحقيقة شبيبة حسب الذي رأيته والله أعلم، يعني شبيبة وطنية ومهتمة واش داك الشيء اللي كيخصكم، يعني المستوى ديال الاهتمام، الطريقة ديال الاهتمام، الطريقة ديال المقاربة ديالكم باش تعالجوا هذه الإشكاليات، واش هل هي لائقة وملائمة أو لا، هذه حاجة أخرى. إذن خلوني نبدا لكم بهذا الملاحظة الأولية. ثانيا أنا أتساءل، أنتم دابا كشباب واش زعما خصكم تبداو تقولوا الحزب واش كيدير واش ما كيديرش، واش غيدخل الحكومه ما غيدخلش الحكومه، واش غيحيد التطبيع ولا ما يحيدش التطبيع الى اخره، او لا غيكون مصر عليه او لا كاين شي حاجه مرتبطه بكم نتوما. بمعنى اخر، هذه المرحله اللي كيعيشها الانسان هي مرحله الشباب، هل هذه المرحله لا تقتضي بطبيعه الحال خصكم تكونوا واعيين بداك الشيء اللي واقع في بلادكم، بطبيعه الحال خصكم تكونوا عارفين الموقف ديال العداله والتنميه من الشباب ومن غيره من التطبيع ومن غيره، ولكن واش ما كاينش شي حاجه مرتبطه بكم نتوما اللي كتاهلكم الان وكتاهلكم للمستقبل؟ لانه يمكن يكون يعني دابا حنا وياكم يعني نقدروا نتزاحموا شويه، الكبار مع الصغار، الشيوخ مع الشباب الى اخره، ولكن المستقبل ديالكم ماشي ديالنا. بحال اللي قال السي محمد يتيم، قال لك اما بالقانون واما بالبيولوجيا، با مويان دي شابي، ما يمكنش ما نرجعوش للور، صافي انتهى الكلام. يعني حتى الا بقى شي واحد مسلط علينا راه الموت غتهنينا منه في يوم من الايام. فاذا هذه القضيه ديال نتوما هي اللي شاغلني انا بزاف، نبغي نعاود نكررها لكم، سأحاول ان اكون مختصرا، نبغي نعاود نكررها لكم نشوف واش هل يمكن ان تستجيبوا لي فيها، لانني في الحقيقه حاولت مع اخواننا في الشبيبه اكثر من مره ولم اجد الاستجابه اللازمه. كنلقى هذه الاسئله اللي طرحتيها لي دابا، هذه علاش ماشي هكذا وهذه علاش ماشي هكذا الى اخره، هذا الشيء ماشي خايب بالعكس، ولكن انا عندي قناعه ان انتم دابا في واحد المرحله اخرى، وفي نفس الوقت هذه المرحله هذا الشيء اللي كتكلموا عليه خصو يكون، وغادي نجاوبكم عليه جهد المستطاع. انا الاخوان تنشوف قدامي شحال الساعه ديال يكون واحد 70 لا خلي هذوك غير على هذو اللي قدامي، هذوك دابا نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. 70 راه ماشي سهله، راه شي وقت المهدي بن تومرت كان عدد المجموعه المحيطه به 70، الا كان شي واحد كيدرس التاريخ وسماهم جماعه 70 او شي حاجه، وبهم استطاع يغير المغرب في الحقيقه. فانا عندي قناعه الاخوان ديالنا. انا قلت للعادل هو يذكرني واش هذا الشيء صحيح ولا لا، قلت له واحد المره كيجيني للبال كنقول كون غير قابلت غير الشباب، ياك قلتها اكثر من مره ياك لا ما نحتاجش نزولك، يعني انا وياك ما اون كوبير تري بيان، يا با بروبليم. دبروا الاخت على شي كرسي الله يرضي عليكم. اسمعوا لي يا وليداتي الله يرضي عليكم، مهما قلتم، مهما لاحظتم على الحزب، مهما لاحظتم على الحياه السياسيه، مهما لاحظتم على اي شيء، انتم في واحد المرحله اللي تخصكم تكونوا فيها. المشكله ديالنا شنو هي؟ وانه ما لقيناش بكل صدق، ما لقيناش الصيغه الاوفق باش حنا نهتموا بالتكوين ديالكم. مع الاسف هذا الشيء كيخلينا نقولوا ان هذه المهمه الخطيره والكبيره تقع عليكم انتم. اكاد اقول لكم بلسان المقال وليس بلسان الحال فقط، خصكم انتم تكونوا رؤوسكم. بطبيعه الحال اوني لا بيان سور، حنا والامكانيات ديالنا والامكانيات الماديه، وما عمر السي عادل ما طلب مني شي امكانيات ماديه وقلت له لا، ولا طلب مني نحضر وقلت له لا، ولا طلب من شي اخ من الاخوان يحضر وقال له لا، كان شي ما كانش هذا. فاحنا هنايا، ولكن الزمان هكذا خلق الله، ما عندنا ما نديرو. فهمتي؟
نكون جبرت كون درت انا وياكم بحال عبد الله 100 سين نكون هبطنا لشي جزيره بين يعني بين المغرب وموريتانيا، او لا بعدا بين موريتانيا والسنغال، وجلسنا تما تنتكونوا الى اخره الى اخره. خصكم تكونوا باش تكونوا. لاش تكونوا؟ الا كنتو باغيين، حيت هذا الشيء دابا هذا الشيء اللي تنتكلموا عليه هو اولا قبل كل شيء اراده حديديه. حيت دابا ماشي نتوما بحال شي دري واحد النهار اولا شاب، اسمحوا لي الكلمات ديالي، انا الكلمات ديالي دائما مزعجه، دوز التلفاز انا دائما مزعج، انا ما عندي حتى مشكل في هذه القضيه اللي الله وهذا، حيت كلها هكذا دوزتها. يعني شي مرات يلقى راسو في شي جو فيه الاولاد والبنات كيشطحوا داك الشيء، وشي مرات يلقى راسو في شي قهوه، وشي مرات يلقى راسو في شي جامع، وشي مرات يلقى راسو في شي يعني درس او موعظه او درس فكري او دوره فلسفيه، وشي مرات كيلقى راسو في حزب العداله والتنميه. وبالنسبه له هذا الشيء كله هو كيدور. لا، حزب العداله والتنميه هو واحد، اذا كنتم كتعتبروا نفسكم اعضاء ديال الشبيبه ديال العداله والتنميه، هذا التزام يكاد يكون ديال العمر. انا في الوقت اللي بديت هذا المسار كان عندي السن ديالكم. انا بديت هذا المسار قبل 50 سنه، كان عندي 21 عام، قبل 50 سنه تقريبا، عام 1975 بديت هذا لو كونتاكت معكم. وان كان انا الحياه السياسيه دخلتها قبل ذلك بكثير، ولكن لنقول هذا الذي، لانه انا ما لقيت الراحه ديالي حتى تلاقيت مع الحركه الاسلاميه، ولكن ما التزمت في الشبيبه الاسلاميه حتى 76. دونك جلوبالمون هذه 50 سنه. هذا الالتزام، هذا الالتزام خص اولا قبل كل شيء تكونوا انتم يعني طارحين على انفسكم السؤال ديال واش حنا بغينا هذه الطريق ولا ما بغيناهاش. الا بغيناها شنو خصنا نديروا؟ هذه الطريقه الاخوان قبل ان تكون عطاء وقبل ان تكون القاء هي يعني اون سامبيب، يعني الانسان كيتسقى، يسقى بمائها، يتشرب منطقها آت اولا وقبل كل شيء من هذه المرجعيه. اسمحوا لي يا الاخوان، انا ما محتاجش نعطيكم الادله على قوه الاسلام وصحه الاسلام وجماليه الاسلام وعلو الاسلام. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. انتهى الكلام. احسن ما يوجد في الارض الان كل شيء رايتموه جيدا وجميعا اعلموا ان الاسلام هو اصله. إذا أعجبتكم الديمقراطية الإسلام هو اللي جابها للبشرية، لأنه الأوروبيين اللي تبنوا الديمقراطية كانوا يؤمنون بالحق المقدس في الحكم، كانوا يعتبرون أن الملوك يجري فيهم دم مقدس هو الذي يؤهلهم لكي يحكموا، وليس يعني كالدم العادي يعني ديال الآخرين. وما كانش عندهم جرام ديال الديمقراطية نهائيا. حنايا كان عندنا أمر الله تعالى الذي يقول وأمرهم شورى بينهم. كاين شي ديمقراطية أكثر من هذه؟ وامرهم الشورى بينهم. مثلا الديمقراطيه فيها تكنيك، فيها الانتخابات، داكشي هذا ما كاين مشكل، يعني لنا واسع النظر باش ناخذوا بها ما ناخذوش بها، حنا واخدين بها في الحزب انتم كتشوفوا. اذا كانت الحريه يعني الحريه سواء كانت دينيه وغيرها، اذا كانت يعني كتشوفوها في البشريه وعجباتكم، وخصوصا عند الاوروبيين، راه الحريه الاسلام هو الذي دعا اليها.